لأن هذا اللقاء الافتتاحي كانت مناسبة أولا لكي نؤكد الجميع الحمد لله على التعبئة الجماعية ديال الشبيبة التجمعية، على الحضور القوي ديال الشبيبة التجمعية اللي لعبت دور كبير. أنتم كتشوفوا في انتخابات 2021 في الانتخابات الجزئية كانت مناسبة اليوم باش تقدم بخلاصة أو باختصار حصيلة الحمد لله حكومية جد مشرفة، واللي الحمد لله كيتميز بها التجمع الوطني للأحرار بكونه يترأس الحكومة وبطبيعة الحال في إطار أغلبية منسجمة ومتماسكة. كانت أيضا مناسبة لإيصال رسالة قوية. أنا كيظهر لي هذه الرسالة ما كتخصش فقط حزب واحد، ولكن خاصها تكون رسالة للساحة السياسية بصفة عامة، أنه كفى من السب والقذف والشمت. أنا كيظهر لي المغاربة نحن كمواطنين وكمواطنات كنستاهلوا أن الخطاب السياسي يترفع على هذا المستوى، يكون خطاب قوي بالمكونات ديالو، بالمكتسبات ديالو، بالإنجازات، خصوصا لأن المواطن والمواطنة المغربيين اليوم كينتظروا إنجازات. الحكومة الحالية حقيقة لا يشهد لها بإنجازات القوية، لا في تنزيل الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب جلالة نصر الله، لا في التفاعل مع التحديات الكبرى وعلى رأسها مضيعة أو مشكلة ندرة المياه. بالتالي الحمد لله يجب أن نكون مفتخرين، نفتخر بانتمائنا لحزب التجمع الوطني الأحرار، نفتخر برئاسة التجمع الوطني الأحرار في شخص سي عزيزة حنوش، نفتخر بهذه الشبيبة الحمد لله اللي مازال عندها مستقبل. اليوم احنا فخورين جدا بنجاح هذا العرس السياسي الشبابي اللي هو أكبر تجمع شبابي في بلادنا، واللي احنا كنفتخروا به لأنه ليس فقط تجمع ديال شباب في السن فقط، ولكن شباب غيور، شباب كيموت على بلاده، شباب يجمع بين الكفاءة وروح المواطنة، شباب فيه جاي من مختلف مناطق المملكة، والهدف هو أن هاد الشباب هادو يتكونوا ويتأثروا وميم طون يتبعوا ما يحدث في المشهد السياسي المغربي. احنا بطبيعة الحال ما يمكنش نخليو هذوك الخطابات ديال التبخيس والتشويش اللي كاين على مواقع التواصل الاجتماعي انها تطغى على العقليات الشبابيه في بلادنا، وانما خاصنا نتحركوا ونديروا التحنيه لقاءات بحال هادو. وسمعتوا رسائل اللي هي قويه اللي وجهناها، رسائل اللي كتبين بان حزب التجمع الوطني الاحرار غادي خطوات ثابته، بان الشبيبه التجمعيه بدات في 2017 بشكل محتشم وبدات اليوم بشكل اكبر وضخم جدا، لا شكليا ولا مضمونا. اليوم عندنا شباب اللي هما مؤطرين مكونين ودرنا لهم ارضيه للنقاش. الهدف منها هو اننا نخلصوا بواحد التقرير وواحد التوصيات غتسلم لرئاسه الحزب ورئاسه الحكومه اللي فيها مقترحات ديال الشباب، لان لسان الشباب صريح كيقول داك الشيء اللي كاين، كيعاني، كيهضر على ما يقع داخل المجتمع. وبالتالي خصنا نتصنتوا، ولقينا حنا دخلنا لهذا الحزب لقينا فيه اذان صاغيه، وهذه المقترحات والافكار والنقاش كله غيتدون على شكل تقرير، وان شاء الله كنتمناو انه يتاخذ بعين الاعتبار، وان الشباب يديو معاهم افكار، معلومات، ان غيزو، تواصل مع مختلف الشرائح ديال المجتمع، مع مختلف الشباب في مختلف مناطق المملكه المغربيه. مره اخرى سنسير ان شاء الله على هذا الدرب، لان من خلال هذه اللقاءات كنكونوا الشباب كنأطروهم، وبالتالي كنساهموا في التنميه ديال بلادنا ونوصلوا لواحد المغرب ديال التنميه اللي بغى سيدنا الله ينصر. شكرا جزيلا.